انا عارف ان فريق نيوكاسل كان يستحق يطلع بالمكسب في المباراة دي مش التعادل. وليه؟ لان برشلونة حرفيا ما لعبش بربع جنيه، ما لعبش بربع جنيه عشان يسجل هدف واحد حتى مش يتعادل. بس ركلة الجزاء اللي جت في اخر الثواني دي ده انقذت برشلونة انقاذ المفروض جماهير برشلونة يحمدوا ربنا عليها، لان حرفيا زي ما قلت لك برشلونة ما عملش حاجة. بس ده طبيعي على فكرة. وهتقولي ليه طبيعي؟ اقول لك عشان حرفيا برشلونة بدأ المباراة بتشكيل غايب عنه 4 لاعبين اساسيين فيه، واللي هم كوندي وبالدي وديونج وايريك جارسيا. انت متخيل؟ ده غير كمان ان برشلونة بقى مستشفى للاصابات. ده انت عندك كمان كريستنسن وجافي وضيف عليهم بيرنال. يا جدع ده من كتر الاصابات وان الفريق مفيش لاعبين هانز فليك نزل لاعب ناشئ، صدقني انا ما اعرف اسمه. تعادل وبطعم الانتصار بالنسبة لبرشلونة، وبطعم الانتصار، لأنك بهذا السوء وتخرج بالتعادل من نيوكاسل فأنت محظوظ جدا جدا جدا. برشلونة عاد في آخر دقيقة بركلة جزاء سجلها لامين يامال بمجهود أولمو اللي دخل بديل لبيدر اللي كان سيء اليوم في المباراة. نيوكاسل بغياباته في الهجوم وبغياب جوردن أحد أهم لاعبيه في الشوط الأول فعل كل شيء، أضاع الكثير من الفرص وأنقذ غارسيا برشلونة. برشلوني أنت محظوظ جدا بالتعادل في آخر الوقت، لأن هذا معناه أنك فزت بالرغم من سوءك. وأنا أتوقع أن برشلونة سيفوز وبنتيجة في الإياب. برشلونة عاد من بعيد بهدف التعادل بعد ما كنا متوقعين أن نيوكاسل حسمها بعد ما كان مسيطر في كل المباراة بالطول والعرض. نيوكاسل تعادل بطعم الخسارة، برشلونة موفقين في الدور القادم. المباراة دي بعنوان الخروج بأقل الخسائر. فيك دخل المباراة دي وهيعانوا على حاجة واحدة بس، يخرج خسران فرق واحد يا إما أخرج كسبان فرق واحد يا إما أخرج تعادل. خد اللي هو عايزه بالظبط، فكرة إن هو يخرج كفرق أهداف زي اللي هو عايزه، وخرج تعادل كمان يا ريته خسران. في حاجة بقى واللي كان محتاجها جدا في المباراة دي هي النزاف البدني عند لعيبته. هو ما كانش عايز يخش جيم بدني كبير جدا قدام لعيبة نيوكاسل لأن هو كده كده خسرانه من قبل ما يدخلوا. قرر إنه يمتص الضغط بتاع لعيبة نيوكاسل ده عن طريق لاعب واحد بس هو بدري. ايه اصابة جارسيا دي رب ضارة نافعة، لان وجود اروخو كباك يمين جنب كوبارسي وجيرارد مارتن وكانسيلو ده ادى توازن دفاعي اكتر، خصوصا لو بيلعبوا بثلاثة من تحت، لان دايما بالحيازة عند برشلونة كان بيخلي كانسيلو يطلع يتطرف على الشمال اكتر قدام عشان يخلي رافينيا يبقى حر اكتر ويدخل في العمق. بس المفاجأة ان رافينيا كان بيحاول اغلبية الوقت يروح ناحية يامال عشان يخلي يامال ينطلق في المساحات الفاضية اللي يخلقها له. وبالمناسبة رافينيا قدم ماتش وحش جدا. نيوكاسل نازل ضغط عالي جدا من قدام، سرعات، قوة بدنية، ضغط موجع على الطرفين علشان يضرب بناحيه كانسيلو وناحيه اروخو. انه يخلي دايما تريبير ويميل عليه تونالي قدام الجناح اللي قدامه عشان يضربوهم مع خلف خطوط برشلونه عن طريق المساحه اللي تبقى خلف كانسيلو. بس جيرارد مارتن كان عامل ماتش ممتاز جدا في التغطيه في المساحات الكبيره جدا اللي كان سايبها ورا كانسيلو. الناحيه الثانيه كان بيلعب مع هال وبيلعب معاه بارنس كمان عن طريق سرعاته، كان بيستغل الجبهه دي في فكره التدرج بالكوره. جبهه تريبير الناحيه الثانيه مع تونالي اللي كانوا عايزين يعملوا تمريرات تكسر بيها وقفه لعيبه برشلونه خط الظهر باقل عدد من التمريرات. دي هاو كان قاسم تكتيكه على جزئين، جزء يطلع بيه عن طريق التمريرات الكاسره والجزء الثاني اللي يتدرج بالكره من تحت. الفكره بقى ان اسلوبه ده كان محتاج جوردن جدا في ارض الملعب، ده الطبيعي والمنطقي. فولتميد اسلوب ده ما كانش ينفع معاه لان انت محتاج لعيب سريع جدا في التحولات، فالطبيعي ما كنتش تلعب بفولتميد. لكن جوردن ازاي ما يلعبش اصلا انا ما اعرفش. لعبه دايما محفوظه هو انه يحاول على قد ما يقدر هال يسحب معاه لامين يامال وفيرمين ويطلع اروخو من مكانه عشان يستغل المساحه دي عند بارنز اللي هو السريع جدا الجناح الطلقه حرفيا اللي يعرف يستغل المساحات الواسعه دي. فليك كان قاري المشهد من البدايه خالص عشان يقرر ان يامال يثبت شويه عند دايره السنتر على الطرف علشان ما يخليش اروخو يتجبر انه يسيب مكانه ويتقدم. عشان كده اروخو كان عامل ماتش كويس الى حد ما في حته التغطيه على المساحات دي. ايدي هاو حاول اكتر من مره في الشوط الاولاني يخترق من ناحيه بارنز الا انها باتت بالفشل. ان كوبارسي لما بيضم على اروخو ووجود يامال عند دايره السنتر ده ضيق المساحات بشكل كبير جدا على بارنز. كده كمان حاولوا يوقفوا هال عن طريق بولي كارير اللي كان بيعمله دايما ويتقدم بالكوره، فبداوا يعملوا معاه فاولات فده قلل من خطورته شويه بالطلوع بيها. ايدي هاو ما وقفش ساكت، قرر انه يروح يلعب ناحيه اليمين عن طريق ان يستغل المساحه اللي في ظهر كانسيلو اللي مش زي اروخو طبعا بنسبه كبيره جدا دفاعيا. قرر انه يرمي له الجناح ويضم عليه الباك اللي هو يضم عليهم تونالي كمان. هو كان العقل المدبر انه يكسل في ارض الملعب. بس مدرب ايدي هاو كان عقيم وفقير جدا تكتيكيا لانه بيعتمد على لعبه واحده بس، وللاسف فليك كده من المدربين الممتازين جدا في قرايه الجيم ويقدر يغير نسق المباراه بسهوله. المباراه دي فليك دخلها لعب بذكاء كبير جدا وحاول اول ربع ساعه وثلث ساعه يمتص الضغط بتاع لعيبه نيوكاسل والقوه البدنيه بتاعتهم.
بتاعتهم عن طريق انه يوقف خط ظهره متاخر شويه وما يلعبش بالاوفسايد تراب ويحط قدامهم بدري عشان يقاوم الضغط ويمتصه. كان بيعتمد في اسلوبه التكتيكي النهارده هي في فكره الكره الثانيه، قطع الكره بسرعه جدا في نص الملعب وعمل التحول السريع. بالمناسبه ده ما كانش اسلوب فليك تماما على مدار الموسمين لحد دلوقتي اللي مسك فيهم برشلونه. يوريك ان هو كان داخل الجيم ده وكان متحفظ جدا تكتيكيا وهيلعب على المستوى الدفاعي والهجومي كلاعب بتوازن علشان يتعلم الدرس كويس قوي من مباراه اتلتيكو مدريد في ملعب الواندا متروبوليتان. فليك اعتمد في تكتيكه على حاجتين مهمين جدا في الشوط الاولاني عشان يخرج باقل الخسائر، هي قطع الكرات في نص الملعب واللعب على التحولات او انك تلعب الكره الطويله عشان تستقبلها في حاله ان انت ما عرفتش تطلع بالكره من تحت. بس للاسف رافينيا مش في مستواه وليفا كمان مش في مستواه، فانت ما عرفتش تلعب بالاسلوب ده. اولمو اللي جاب ضربه الجزاء في اخر ثانيه لامين يامال، انا اتكلمت في فيديو التحليل قلت ان اولمو اللي لازم يلعب المباراه دي مش فيرمين لوبيز. الحمد لله لتاني مره وجهه نظري بتطلع صح، لان انت اولمو في المساحات الضيقه من اقل فرصه ومن نص فرصه قادر ينتج لك هدف او فرصه خطيره، وبالفعل من مساحه ضيقه جاب لك ضربه جزاء. لو انت كنت شايف ان برشلونه على مدار ال 90 دقيقه كان سيء فدي نظرتك السطحيه للمباراه، الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع كان جيم شطرنج وتكتيكي بحت من هانز فليك مع ايدي هاو. دايما حطوا في اعتباركم ان المباراه دي بيتلعب فيها مباراتين، مباراه اللاعبين في ارض الملعب ومباراه الاثنين مدربين على الخط كجيم شطرنج. برضه هقول لك تاني وثالث ورابع، اللي ساعد هانز فليك ان يلعب بالذكاء ده هو فقر التكتيكي لايدي هاو نفسه. فاد على لعبه او اتنين طول ال 90 دقيقه وهانز فليك قراهم فقفلها عليه فما بقتش موجود نيوكاسل. تيجي على كده في الشوط الاول ان برشلونه خارج متعادل 0-0 وخارج بالسيناريو اللي فليك عايزه، خارج من غير ما يتسجل فيه اهداف، خارج والقوه البدنيه بتاعت لعيبته زي ما هي ما اتاثرتش، وانه ما لعبش جيم تحولات زي الجيم اللي كان عايز يلعبه ايدي هاو، فهو كده اللي سيطر على الريتم مش العكس. هو كده اكبر ايدي هاو يلعب باسلوب لعب مش هو اللي عايزه اصلا. برشلونه كان سيء جدا في التلت الاخير من الملعب خصوصا في الاستعجال، لان ليفا ورافينيا ما كانوش موجودين في المباراه اصلا، كانوا خارج الخدمه. نيوكاسل هو اللي استحق يكسب المباراه دي. نيوكاسل قدم مباراه كبيره جدا على المستوى الاتزان الدفاعي والمستوى التكتيكي والمنظومه الجماعيه في ارض الملعب، تقارب خطوط، تضييق مساحات، لعب على التحولات والقوه البدنيه والكرات الهوائيه والصراعات الارضيه. عارف برشلونه اتعادل ليه؟ عشان لعب اول هجمه منظمه ليه طول ال 90 دقيقه، فبالتالي نتج عنها ضربه جزاء. انا بقول لك ان هانز فليك المباراه دي بالنسبه له هي تامين فرقته مش اكتر بدنيا، وان ما يبقاش الفرق الاهداف كبير عشان هيروح الكامب نو يطربعوا على دماغهم. من اكتر الحاجات اللي كان سيء فيها برشلونه النهارده هي عمليه الخروج بالكره من تحت، كانوا سيئين جدا في عمليه البيلد اب من تحت، لان بصراحه ضغط نيوكاسل المان تو مان صعب جدا انك تطلع منه. مرعبين في فكره الضغط الموجه المان تو مان، مرعبين. طبعا غياب ديونج مؤثر جدا جنب بدري، ان الاثنين دول قدام نيوكاسل في المجموعات عملوا ماتش العمر مع بعض. اهم لاعب في المباراه دي من وجهه نظري كان جيرارد مارتن، عمل مباراه تكتيكيه دفاعيه على اعلى مستوى، تامين دفاعي ناحيه الشمال وناحيته بامتياز. كره القدم دلوقتي حاليا بتتلعب بذكاء اكتر ما بتتلعب بعنف وغشوميه. دلوقتي بقول لك اهو اكتر قلم فوق هانز فليك مع برشلونه هو القلم اللي خده من سوميني في مباراه الذهاب. اسلوب ده بالمناسبه مش هيبقى اخر مره، لا ده انت هتشوفه من هانز فليك كتير سواء في الدوري او في دوري الابطال في الادوار اللي جايه لو صعد. والله يا عزيزي البرشلوني يعني هي عدت وقول الحمد لله ان هي خلصت على قد كده. نيوكاسل كانوا مكتسحين يا جماعه المباراه، برشلونه ما ظهرش تماما، وخلينا نكون واضحين في النقطه دي يعني ما فيهاش اي نقاش. عارف هو لامين يامال كان رهيب في ضربه الجزاء وبروده اعصابه، بس الاحتفال نفسه ليه؟ اولا ده تعادل، عارف ان التعادل هيفيدك في الاياب، بس في نفس التوقيت تزعل ان المديح كله راح للامين يامال، والراجل ده اللي انقذ الوضع، يعني انقذ وضع برشلونه وانقذ وضع لامين يامال نفسه، اللي كان عامل مباراه كارثيه. لويس هال اقسم بالله يا جماعه ظهير ما طبيعي، عامل حته مباراه على لامين يامال، فعادي نقدر نقول ان لامين يامال كان مقصر جدا في المباراه، مش هو فقط، الفريق كله. مش لازم نطبل تطبيل كبير، هو كده كده عامل موسم تاريخي. يعني انا عايز اقول لك ان ضربه الجزاء دي كانت اول تسديده لبرشلونه على مرمى نيوكاسل الشوط الثاني كامله، فهي مباراه كارثيه، ولكن وجهه نظري فليك خرج بيها باللي هو عايزه، تعادل في ملعب صعب زي ده والاياب في الكامب نو، قول لهم تعالوا لي بقى. رغم كل اللي عمله نيوكاسل في المباراه في الاخر المباراه خلصت تعادل. حظهم سيء ان هم مش عارفين ان فليك يعمل ايه. هو احنا هندخل على شغل بعض ولا انا متهيألي؟ ما اصل موضوع الاهداف بلس 90 لا سكه برشلونه ولا بتاعتهم. ما اصل فكره انك تبقى سيء وفي الاخر تاخد من المباراه اللي انت عايزه دي ملهاش غير تفسير واحد، ان مستر هانز فليك اتعاقد مع المشاوز بتاع الملط ابن الملط اللي اسمه انشيلوتي. مباراة بالعقل كده لما تيجي توصفها هتلاقي فريق كان قريب جدا للفوز اسمه نيوكاسل قصاد فريق كان اقرب جدا للساحر اسمه برشلونة. الروح النهاردة كانت لنيوكاسل، جودة اللاعبين كانت لنيوكاسل، العامل البدني كان لنيوكاسل، المحاولات كانت لنيوكاسل. برشلونة هيخرج منتصرا في موقعة الجيمس باركو قدام نيوكاسل. الله،
ده المباراة تعادل يا عم علي. اقول لك تعادل بطعم الانتصار. تعادل النهارده برشلونة بمثابة انه قدر انه يكسر الملعب على دماغ نيوكاسل، مع ان ده ما حصلش. مع انك لما تتفرج النهارده تلاقي ان الواد خوان جارسيا، الواد اللي اسمه إيلانجا، شاط تسديده في الشوط الاولاني كان ممكن يبقى الهدف الاولاني لنيوكاسل. هتعمله ايه تاني؟ عندك فرص كتير وقدرت توصل للمرمى، ومع ذلك شويه بهايم ما قدروش يركزوا وضيعوا مجهود الواد اللي اسمه جولنتون دوت، لاعب خط الوسط افضل لاعب في المباراه. قدر انه يقفل، ده كتله خرسانيه، قدروا نقفل على لامين يامال ويساعد الواد اللي اسمه لويس هال، وقدروا ان هم يشوفوا مين مفاتيح اللعب عند برشلونه ونقفل عليهم كويس. والنهارده ليفاندوسكي بيقول لك يا حبيبي، هل عرفت الفرق بيني وبين توريس؟ توريس لما بينزل المباراه بيقعد طوال ال90 دقيقه بيضيع فرص. انا طوال المباراه فانا واخد طاقية الاخفاء، انا بختفي طول المباراه. النهارده ليفاندوسكي انا ما شفتوش خالص. نفس الكلام رافينيا، 4 قرارات في الشوط الاولاني بالنسبه لرافينيا، 4 كلهم غلط. موقعة خط الوسط كلوها بتاع نيوكاسل، لان النهارده هتتفرج على بدري تحس ان بدري بدنيا مش جاهز، لان النهارده وانت بتتفرج هتقول فرانك دي يونج عاجلا ام اجلا لازم يكون موجود في موقعة الاياب، ولكن هو مش هيبقى موجود. وعودة جافي خلاص بقى موجود على دكة البدلاء. وفي الاخر برشلونة بياخد اللي هو عايزه من المباراة، وكأن هانز فليك بيقول لجماهير برشلونة اهم حاجة عندي الصعود، بلا متعة بلا رز بلبن. خلينا نبقى واقعيين شوية يا شباب، خلينا نهتم بالجانب الدفاعي وسيبك خالص من منطقة خط النص والفرص وكل حاجة. أهم حاجة نأمن دفاعاتنا ومرمانا. سمعنا يا مستر أراخو لعب مباراة كويسة بالمناسبة، ولكن التغطية بتاعته في الهدف يتحملها أراخو ويتحملها برضه رافينيا ويتحملها خوان جارسيا، وهدف مركب وكل حاجه. وشفنا النهارده اولمو، ما تقوليش اولمو عمل حاجه، هو ظهر بس في ركله الجزاء وسجلها لامين يامال، وكل سنه وانت طيب على كده، ودعواتكم لينا بكره.